يعني المنتخب الاولمبي قدام بيراميدز؟ لا طبعا. بيراميدز ليه يدي لعيبته للمنتخب الاولمبي؟ انتوا مش عايزين ليه يا جماعه بيراميدز ينافس على الدوري؟ حرام عليكم يا اخوانا، انتوا عايزين بس البطل الاوحد، وعايزين بس قصه البطل الاوحد. انتوا خلصتوا علينا، كمان هتخلصوا على بيراميدز؟ طب المنتخب الاولمبي قدام النادي الاهلي؟ طبعا المفروض النادي الاهلي بقى اصلا يدي لعيبته كلها كده للمنتخب الاولمبي، عشان دي الوطنيه ودي الكرامه. انما بيراميدز لا طبعا، بيراميدز بينافس على الدوري، انتوا مش عايزين الا البطل الاوحد. طب الاهلي؟ لا طبعا الاهلي الوطنيه. وفين وطنيه بقى النادي الاهلي اللي بتحكوا عليه؟ المفروض النادي الاهلي ده يملط، ما يبقاش عنده لعيبه كوره خالص ينافس بيهم على الدوري. ده دوري ايه؟ ينافس على الدوري والكلام الفاضي ده؟ لا، يملط كله عشان عندنا منتخب اولمبي. والمفروض النادي الاهلي يدي لاعيبته كلها للمنتخب الاولمبي. دي بقى اسمها نظريه شيزوفرينيا النسانيس يا فشله. شرمها. طبعا انتوا عارفين انا كلامي على مين، كلامي مش على اعلام نادي بيراميدز، ما هو نادي بيراميدز اصلا انتوا عارفين ملط. انما الكلام ده بيتقال من نفس اللي كانت بتقول من اسبوعين فاتوا طبعا الزمالك لازم ينسحب، والزمالك هو اللي هيقود راية الاصلاح في كرة القدم لما ينسحب من قدام النادي الاهلي، بس مش اكتر. من قدام النادي الاهلي، علشان كده حالة كرة القدم هتتصلح في مصر وما يكملش الدوري. الزمالك كمل الدوري عادي مع سيراميكا، وتعادل مع فاركو، والدنيا حلوه، وهيخسر من بيراميدز. والدنيا انتوا عارفين يعني التفوته، احنا كلنا مستنيين يا باشا التفوته الكبيره. لكن لا، الزمالك هو اللي كان هم نفس اللي بقى بتاعت النهارده اللي بتتكلم في ان المنتخب الاولمبي. طبعا لعيبه النادي الاهلي كلها لازم تروح، محمد عبد المنعم لازم يروح، امام عاشور لازم يروح، اللعيبه كلها لازم تروح، محمد الشناوي لو الطلب لازم يروح، مصطفى شوبير لو الطلب لازم، كولر نفسه، محمود الخطيب لو الطلب لازم يروح. انما نفس ال... ها مع بيراميدز؟ لا طبعا. بيراميدز بينافس يا باشا. ازاي يودي لعيبته؟ هو انتوا مش عايزين الا النادي الاوحد بس ياخد البطوله؟ انتوا كلكم بتتآمروا على نادي بيراميدز بعد ما الزمالك خلصتوا عليه، دلوقتي بتتآمروا على نادي بيراميدز. انما الاهلي لا. ايه اللي يفرق الاهلي والزمالك؟ ما هو الزمالك طلع احمد سيد زيزو. طب يا سيد الفاضل، انت طلعت احمد سيد زيزو مشكورا للمنتخب الاولمبي، انا ما اعرفش هو راح يعمل ايه، يمكن في 30 40 الف واحد احسن من احمد سيد زيزو بتاعكوا ده في المنتخب الاولمبي. بس ماشي، احمد سيد زيزو راح. بتقارني بيك ليه؟ انت راجل في المركز العاشر. انت اصلا لو انت فيك عقل بعد خسارتك 3 نقط قدام النادي الاهلي، وهيتسحب منك ان شاء الله 3 نقط بسبب الانسحاب قدام النادي الاهلي، والتعادل مع فاركو، والخسائر اللي قبل كده، ولسه التفوته الكبيره قدام بيراميدز. انت لو فيك عقل ما تديش احمد سيد زيزو، انت على مشارف الهبوط. انت ما بتعرفش كده انت والاسماعيلي ولا ايه؟ تبقى مشكلتك. انت يا باشا على مشارف الهبوط. لكن انت عادي انت مش منافس للدوري ومش منافس لاي حاجه، وبيشحتوا عليك كده علشان يدولك الرخصه عشان تلعب في الكونفدراليه السنه الجايه. فما تقارنيش بيك، ما تقوليش ايه ده، ما انا اديت شفت بقى، يشهد التاريخ ويشهد التاريخ ان احنا ادينا احمد سيد زيزو وانتوا مش عايزين تدوه امام عاشور ومحمد عبد المنعم. ايه وجه المقارنه؟ انا عندي دوري بنافس عليه. انا كان في افريقيا فاتت، اللي قبل اللي فاتت، انا كنت بلعب كاس عالم للانديه، واديت لعيبتي كلها يلعبوا في الافريقيه لغايه لما وصلوا للنهائي وخسروا من السنغال، صح كده؟ وتاني يوم سافروا عشان يلعبوا معايا كاس العالم للانديه، والراجل ولا حضر ولا عمل اي حاجه، جلسات تدريبيه ولا حاجه، بسبب المنتخب الاولمبي. وكان على عيننا وعلى راسنا، وكلنا بنقول سقف سقف وتحيا بلادي. لكن شغل الهمبكه ده مش علينا احنا. انت بعيد عن المنافسه، عشان كده انت بتديلهم سيد زيزو على طبق من ذهب. انت بعيد عن المنافسه. احمد سيد زيزو هو كمان اللي ضاغط عليك. ما انت ما تعرفنيش ان انت بتعرض احمد سيد زيزو كده ببلاء، ده هو اللي ضاغط عليك، وانت عارف ليه هو بيضغط عليك. الراجل عايز يجيب له عقد. لكن انا ما ينفعش اديله يا بابا محمد عبد المنعم وامام عاشور. زي بيراميدز، زي ليفربول، زي طرابزون التركي مع تريزيجيه، زي الوقرة مع حمدي فتحي، زي يا راجل ده اتحاد جدة اللي هيستغنى عن احمد حجازي. اتحاد جدة اللي هيستغنى عن احمد حجازي مرضاش يبعت احمد حجازي للاولمبي، مع انه هيستغنى عنه اصلا، لكن برضه مرضاش. فما تقارنيش بيك.
فاهمني ازاي؟ وما تلعبش على حلقه ان انت الحلقه النهارده هتتكلم على الوطنيه، وان النادي ازاي، النادي الاهلي ازاي مش عايز يدي لاعيبته، ودي ما فيهاش اي حاجه تدل عن وطنيه النادي الاهلي. وبعديها الحلقه الجايه تتكلم عن ازاي بيراميدز عايزين تاخدوا منه لاعيبته، وما ينفعش كده يا جماعه، وده انتوا كده بتخلوا البطل الاوحد هو النادي الاهلي، وانتوا كده مش عايزين تخلوا فيه منافسه على الدوري، ولا الدوري كده ملوش لازمه ومش عارف ايه والكلام ده. الشيزوفرينيا دي واضحه للجميع، اي حد كده عقله في راسه مش في الامبوله يقول لك دي ده شغل هبل. فبلاش شغل الهبل ده ولموا نفسكم.